ايه اللي خلى الشاركس يطلبوا من فاوندر انه يخرج بره الاستوديو لاول مره في شارك تانك؟ اول مره هقول لك معلش سيبنا. ماشي، تعالوا نعرف ايه اللي حصل مع عمر خليفه وشركه شغال. قصص الشركات ما بتنتهيش في شارك تانك، التأثير الحقيقي بيبدأ بعد ما الكاميرات بتتقفل. أنا إسلام عادل وده تانك نيوز. عمر طلع بفكرة شركة شغلني عشان يسد فجوة كانت موجودة بين الشركات والشباب اللي بيدوروا على فرص شغل حقيقية مهما كان المؤهل ومهما كانت المحافظات اللي جايين منها. وده حل مشكلة كبيرة، إن في إعلانات أونلاين كتيرة للتوظيف بتعلن عن مرتبات ومميزات مش حقيقية. ده خلى الشباب اللي بيقدموا على الوظائف يفقدوا الثقة ويبقوا مترددين إن هم يروحوا الانترفيوز من أساسه، لدرجة إن عمر قال إن نسبة الناس اللي كانت بتحضر الانترفيو ما كانتش بتعدي ل 10% من المتقدمين. وعلشان يحل المشكلة دي عمر قرر يعمل شغلني بشكل مختلف، وفر بدل انتقالات للمتقدمين وفتح مراكز توظيف على ارض الواقع جنب الويب سايت عشان يزود ثقه الناس فيه، والنتيجه بهرته. نسبه الشباب اللي بدات تحضر الانترفيو على ارض الواقع زادت من 10% ل 70%. ولما دخل شارك تانك كان هدفه يكبر شغلني ويوصل فرص شغل وتدريب لعدد اكبر من الناس. الاسك بتاعه كان 5 مليون جنيه مقابل 25% من الشركه. وبعد مفاوضات طويله اضطروا فيها الشاركس انهم يطلبوا من عمر يطلع بره الاستوديو عشان يتفقوا على اوفر ليه، ودي كانت اول مره تحصل في تاريخ شارك تانك. وفي الاخر اتفقوا الخمسه شاركس مع بعض على استثمار 5 مليون جنيه مقابل 35% من الشركه. وبعد 3 سنين من شارك تانك شغلني كبرت وتوسعت اكتر. ظهور عمر في البرنامج زود ثقه الناس فيه وبقى عندهم وعي اكبر بفكره التوظيف الالكتروني. ده ساهم في نمو ضخم وصل لحوالي 200%. وقت الحلقه كانت ايرادات شغلني حوالي 2 مليون و700 الف جنيه. دلوقتي الشركه بتستهدف انها تعدي ل 10 مليون جنيه في اخر 2026. ده خلى شغلني تسبق وتتوسع في 3 اتجاهات: السوق المصري، التوسع بره مصر، وانها تبني شراكات استراتيجيه مؤثره. ومن اهم الخطوات اللي فرقت جدا مع شغلني تعاونهم مع وزاره العمل ووجودهم في مكاتب التشغيل على مستوى الجمهوريه. كمان شغلني عملوا مبادره فوق ال40 لدعم الناس اللي بيواجهوا صعوبه في انهم يلاقوا شغل بعد سن ال40. ده غير ان بقى عندهم رخصه الحاق عماله للداخل والخارج عشان يوسعوا فرص التوظيف جوه وبره مصر. ده غير شغلهم مع شركات ومؤسسات كبيره زي طلبات، هيئه قناه السويس، ومؤسسه ساويرس في مشاريع مختلفه هدفها تدريب وتشغيل الشباب وخلق فرص عمل اكتر في وظائف مختلفه. وفي 2026 شغلني بقت جزء اساسي من واحده من اكبر المبادرات لتاهيل الشباب في مصر، ودي تعتبر من اهم الخطوات اللي خدوها بعد شارك تانك من خلال مبادره جسور الفرص اللي اطلقتها مؤسسه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالميه بالشراكه مع مؤسسه ساويرس للتنميه الاجتماعيه. اتخصص لها تمويل بقيمه $1 مليون بهدف تاهيل 100,000 شاب وشابه وربط تدريبهم بشكل مباشر بسوق العمل. وهنا كان شغلني ليها دور اساسي ومحوري، انها تتولى تنفيذ جزء التوظيف ويحولوا التدريب ده لفرص عمل حقيقيه بهدف واضح: توفير اكتر من 10,000 فرصه شغل. النهارده عمر مش بس بنى شركه توظيف ناجحه، ده كمان ساعد في انه يغير نظره الناس لسوق العمل في مصر. الفتره الجايه اولويه عمر انه يتوسع بفتح فروع جديده في الصعيد وبره مصر، وكمان باستثمارات في التكنولوجيا والاي اي عشان يقدر يحقق هدفه ان كل شخص يبقى عنده فرصه انه يوصل للشغل المناسب ليه. دي كانت تجربه شغلني في شارك تانك، وده كان تانك نيوز. هنا بنجاوب على السؤال الاساسي: يا ترى ايه اللي بيحصل بعد ما البيتش بتخلص؟ لو عندكم شركه وحابين تشاركوا في شارك تانك ادخلوا على اللينك ده فيه كل المعلومات. ابعتوا لنا، نشوفكم الحلقه الجايه.